السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ تنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتنا ديال نونو. مرحبا والف مرحبا. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم جوج شكيلات تاع دوازاتاي اللي ساهلين ماهلين، ولكن تيجيو غزالين 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 وتعطيو واحد الكميه تبارك الله ما شاء الله، كيذوبوا في اليد قبل الفم، وكذلك تيوجدوا بسرعه. تنتمنى يا البنات تبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر، وإلا وصلتوا حتى لهنا ما تنسوش اختكم من واحد اللايك فضل لا فيديو فضلا وليس امرا، وكذلك التعليق الزوينه اللي كتخليو ليا. ودابا ما نطولش عليكم، ندوزو نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. بسم الله وعلى بركه الله. بالنسبه للمكونات، مكونات سهله وبسيطه. اول حاجه تناخذوا 250 غرام تاع الزبده مارغرين، وكنضيف 2 حبات تاع البيض اللي تيكونوا بدرجه حراره المطبخ، وقبيصه تاع الملح، 2 كيسان تاع سكر سنيده، مع 2 كيسان تاع الزيت النباتيه. وكنخلطوا هاد المكونات كلهم. انا تندير كلشي دقه وحده، ما كنبقاش ندير بشويه بشويه، يعني ندير الزبده بوحدها البيض بوحدو، لا، تندير كلشي دفعه واحده. هاد الحلويات البنات راه دغيا كتوجد في طرميش العين، ما حد كنتي كديري فاتاي وانت كتوجدي فيه. عرفتوا يا البنات راه ساهله مهله، وكما شفتوا معايا خواتاتي المكونات ديالها جد بسيطه وتعطي واحد الكميه اللي تبارك الله ما شاء الله. وانتم الا بغيتوا يعني تنقصوا من الكميه تقدروا ديروا غير نص راب 125 غرام تاع سميتو تاع الزبده، مع بيضه وحده، مع كاس سكر سنيده، مع كاس سكر مع كاس تاع الزيت. ودابا ضفت واحد شويه تاع النكهه تاع القهوه اللي تجيب لي هاد الحلوه غزاله. وغنضيف كاس البنات تاع النيدو اللي تنحمرو، ماشي تنحرقوه، غير تنحمروه. عرفتوا البنات تيعطي لهاد الحلوه واحد اللون اللي هو غزال. وكذلك حتى المذاق ديالها تيجي غزال 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 ما شاء الله. اللي ذاقها عندكم غادي يسولكم على السر تاع ديك اللذه اللي فيها. وغادي نبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه حتى الاخر، وغادي نقول لكم شحال هزات ليا تاع الدقيق. يعني دوازاتي غزاله البنات، والله غير جربوا هاد الحلوه هادي ما غاديش تندموا عليها. كما شفتوا معايا اخواتي انا تنضيف الدقيق، وضروري البنات الدقيق تكونوا مغربلينه، يعني ضروري ما يكون مغربل. وانا كنضيف وانا كنجمع، تنجمع هي البنات غير بيد وحده، ما كان نحتاج ندير 2 يدين. وضفت 2 خمارات كما قلت لكم. الا بغيتوا ديروا نص الكميه راه غادي تضيفوا غير خماره وحده، خماره وحده فقط. وإلا كنتو باغيين ديروا الكميه اللي درت انا، يعني ضيفوا 2 تاع الخمارات. المهم انا البنات بغيت واحد شويه الحلوه تكون تجيني كثيره، هادشي علاش ضافت المكونات. صافي البنات بعد ما تنجمعها وتصبح ديالي هذا الشكل هذا. شوفوا البنات ما تكون لا قاصحه لا رطبه. وكنجيب هذا البوق هذا، المهم كنشد النص تاع العجينه كنديرو في واحد البلاستيك غذائي تنخليها باش ما تنشفش ليا، وكنشد هذاك النص نبقى نخدم به. المهم البنات انا هزات ليا كيلو تاع الدقيق تاع الفورس الممتاز. دائما تنخدموا بالدقيق تاع الفورس اللي تيكون مزيان. وانتم على حسابيه الدقيق ديالكم، راه كاين الدقيق اللي تيشرب كاين الدقيق اللي ما تيشربش. عرفتوا يا البنات غنقول لكم شي حاجه طرات ليا في الكواليس غتموتوا عليا بالضحك. عرفتوا البنات هذا البوق هذا ما راه هو صغير، ماشي تاع الحلوه. وقلت علاش لا ندير بها انا الحلوه، يعني كلشي كينفع وكلشي في وقت الحزه كتخدمي به. هذا تنديرو غير في داك سميتو البوش تاع الكريم شونتيي اولا الكريم فريش. المهم وانا نخدم به عصور عذبني واحد العذاب. اش غادي نقول لكم، الصبع ديالي بغا يطرطق. المهم اخواتي تنصحكم باش تشريو داك البوق اللي تيتباع اصحاب الحلويات، راه تيتباع ب3 دراهم، يعني باش ما تعذبوش. هاد الحلوه راه تجي زوينه في الشكل ديالها، وكذلك تجي هشيشه والمذاق ديالها يا سلام يا سلام البنات. المهم اخواتاتي كنبقى بهاد الطريقه هذه، واخا عذبني شويه ماشي مشكل. المهم بقيت معاه بشويه بشويه حتى قديتها. كما تيقولوا اللي بغى الزين يصبر لتخرج الودنين. انا بغيت هاد الشكل هذا، راه بقيت صابره مع هاد البوق حتى ساليتها. عرفتوا البنات راه جات غزاله غزاله غزاله. اللي ذاقات يسولني على المكونات ديالها تجي زوينه. ودابا غناخذ هذاك العود اللي تنكونوا تنديروا به العسل، هذاك هو البنات. كنتقب به الوسط كما تشوفوا معايا، تنتقب الحلوه كامله
باش في الاخر تنعمرها باش تعطي واحد الشكل اللي هو زوين. المهم البنات غنبقى بهذا الشكل حتى تنساليها وندخلها للفران. ودابا غنبدا الشكل الثاني اللي هو ساهل ماهل، ما تجيو فين تعمروا براد تاعتي حتى تلقاو الحلوه وجدات. المهم كنشدوا العجينه كنكوروها بين يدينا، يعني هذه الخدمه راه سهله ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. وكنبقى تنجيب هاد المرشمه البنات حتى هو تيتباع ب3 دراهم عند صحاب الحلويات، وكنبقى نطبع في الحلوه تجي الشكل ديالها غزال 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 ما شاء الله البنات تيجي غزاله. تنبقى بهذه الطريقه هذه حتى كنساليها تماما. وانا البنات غنطيبها غير في الفران تاع الضو. المهم تنشعل عليها من التحت ومن الفوق، وانتم الا كان عندكم الفران تاع الكاس شعلوا عليها من التحت حتى كطيب وهبطوها لتحت. هانتم البنات راها ساهله ماهله، يعني ما تتعذبكم ما حتى شي حاجه. والمذاق ديالها يا سلام، وكتجي هشيشه 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 تذوب في اليد قبل الفم. تنتمنى اخواتي تجربوها وتردوا لي الخبر في التعاليق البنات. علاش دايرينهم؟ باش الناس يدخلوا التعاليق وتيشوفوا اشنو هي الوصفه، اشنو واش زوينه ولا خايبه، وتيستافدوا منهم. المهم البنات بعد ما طابت شوفوا كيفاش تجي. تناخذ شويه تاع الكونفيتير تنزيد عليه 2 معالق تاع سكر كلاصي، وتنخليهم يطيبوا فوق النار حتى تيعقد مزيان مزيان. وكنديرهم في واحد البلاستيك، وكنبدا ندير في واحد البوش كما تتشوفوا معايا، وكنبدا نزين بهم الوسط. المهم البنات حلوه اقتصاديه، حتى حاجه ما غاليه، يعني حلوه على قد الجيب، ولكن الشكل ديالها والمذاق ديالها الروعه. بعد ما تنسالي هاد الحلوه كما تشوفوا معايا، شوفوا البنات كيفاش تيجي الشكل ديالها غزال، وكذلك تجي هشيشه 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 كتذوب في الفم البنات. والله العظيم غير جربوها وردوا عليا الخبر. عرفتوا البنات والله وجربتوها غادي تعجبكم، وغتوليو دائما ديروها لوليداتكم ولا الضيوف ديالكم. المهم البنات هاد الحلوه هذه حتى هي شوف الشكل ديالها تبارك الله ما شاء الله. شوفوا كيفاش يجي، يعني تيجي شكل غزال، تجي محمره من الفوق ومن التحت. داك الحليب تاع النيدو البنات تعطي واحد اللون اللي هو غزال، تيجي بواحد اللون. وكذلك حتى داك النسمه تاع القهوه، ديك النكهه تاع القهوه اللي درت تجيب فيها واحد النسمه. هاد الحلوه تجي غزاله، وكذلك تعطينا واحد الكميه اللي تبارك الله ما شاء الله. شوف الشكل الاولى البنات كيفاش جا، تيجي شي حاجه همويه، تحطها قدام ضيافك تحمر لك الوجه ديالك، وتتوجد في الحين ما تجي فين تعمري براد تاعتي حتى تلقاي الحلوه ديالك طابت وتحطيها لهم. تنتمنى اخواتي تجربوها، وما تنسونيش اخواتاتي من واحد اللايك. الله يعطيكم الستر والله يعطيكم ما تمنيتوا.